السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بكم عام جديد معاكم سالي من قناة سالي هوم. النهارده إن شاء الله كده أول فيديو من فيديوهات تجهيزات رمضان، كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بخير، يا رب تنعاد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. أول حاجة كده هنعملها هننضف المطبخ من جوّه، دواليب المطبخ، وهنبدأ بضلفة الخزين. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده الضلفة متكركبة خالص وحالها لا يسُر. هننظّم الضلفة بمنظمات كده رخيصة من صنع إيدينا، خلّيكِ معايا لنهاية الفيديو عشان نشوف عملناهم إزاي، وما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرّة تشوفيني، وصلّي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ويالّا بينا. أنا كده كنت مجمّعة عندي شوية برطمانات بس من الحجم الكبير، أكبر حاجة عندي، بحيث إن لإن الحاجات اللي هي البقوليات والحاجات ديّة بتبقى عايزة برطمانات كبيرة مش صغيّرة. شُفت طقم كده بتاع بقوليات طالع ترند اليومين دول، اللي هو بيبقى إزاز والغطا بتاعه من الخشب، فقُلت بقى أعمل واحد زيه، لإن أنا سألت عليه لقيته غالي، ولقيت إن أنا أقدر أعمل واحد زيه آآ، مش مكلّف خالص ومش هيكلّفني أي حاجة، يا دوب البرطمانات عندنا وبرضه ال الsticker ده يعني مش غالي، بتجيبي واحد منه بيكفّيكِ كتير، بيغيب عندِك ممكن تعملي بيه حاجات كتير أوي. فبدأت كده بقى أجيب البرطمانات اللي عندي ديّة الsticker اللي هو الخشبي، وأبدأ إن أنا أغلِّف الغطيان بنفس الsticker ده، تمام. لإن طبعًا الغطيان بيبقى واحد لونه أحمر، واحد أبيض، واحد أخضر، مش عارف إيه، فأنا وحّدت اللون بتاعهم كلّهم وخلّيتهم كلّهم باللون الخشبي، وبقى كده شبه الطقم اللي أنا باقول لكم عليه غالي، وفي نفس الوقت حاجة مش مكلفة ورخيصة ومن صنع إيدينا. تمام كده خلّصته وعبّيته بقى بالحاجات بتاعتي، البقوليات والعدس زي ما أنتم شايفين، اللوبيا والفاصوليا والكلام ده كلّه. الحاجة الإزاز بتدّي شياكة كده في المطبخ أحسن من البلاستيك، وكمان الحاجة البلاستيك بتخلّي البقوليات والحاجات ديّة تسوّس بسرعة، تمام. فالإزاز طبعًا في الحفظ بيبقى أحسن بكتير من الحاجات البلاستيك. اللي لسه بقى بتتفرّج على الفيديو لحد الوقت ده تضغط لايك وتعمل اشتراك في القناة لو أول مرّة تشوفني، وتفعّل زر الجرس علشان يوصل لها الفيديوهات الجديدة أول بأول. إن شاء الله كده الفترة اللي جاية هاعمل لكم فيديوهات حلوة أوي لتجهيزات رمضان، وباعتذر لكم بقى على الفترة اللي أنا كنت ما بانزّلش فيها فيديوهات، بس إن شاء الله كده الفترة الجاية هابقى مستمرة معاكم، وهابقى موجودة على طول بإذن الله. تمام كده دلوقتي بقى باكتب كده جِبت أي لزق عندِك تجيبيه كده وتقصّي منه حتّة وتكتبي عليه على كل حاجة اسم الحاجة اللي جوّه البرطمان يعني. طبعًا في استيكرات بتتجاب ممكن تطبعيها من على Pinterest، آآ بس يعني ليه التكلفة يعني ما لهاش لازمة إن إحنا نكلّف نفسنا كده، خلّيها إيه، حاجة بقى إيه، بسيطة كده من غير تكلفة. ده شكلهم بعد ما خلّصتهم شكلهم حلو أوي وعاجبينّي جدًا، أتمنى يكونوا عجبوكم برضه زي ما هُم عاجبينّي. ونخش بقى كده على الفكرة اللي بعدها نشوف هننظّمهم إزاي في الضلفة ذات نفسها. جِبت كده قطعتين من الفِل آآ بالحجم ده يعني، ممكن تكبّريهم ممكن تصغّريهم يعني على حسب ما هو موجود عندِك. لو ما فيش فِل ممكن لو قطعتين خشب مثلًا، يعني إحنا عايزين حاجة تعمل علو كده، فاهمينّي؟ هاخد بقى كده مقاس القطعة اللي معايا ديّة بالsticker، يعني أحطها كده أقيس عليها الأول وبعدين أبدأ أقص علشان أعرف أغلفها، وتسيبي دايمًا كده يعني حاجة بسيطة، حاجة زيادة عن المقاس، يعني سنتي زيادة كده علشان خاطر أمّا تيجي تغلفي ما يبقاش إيه، ما يأثّرش معاكِ في التغليف. تمام كده هاحط القطعة كده وأبدأ أغلفها بالsticker. يعني بيفيد في أي حاجة، ممكن تستخدميه في أي حاجة، بينفع وما هوّاش غالي أوي، يعني البَكرة ديّة أنا كنت جايباها كانت بحوالي 25 جنيه من زمان يعني، وجِبت بقى أشكال وأنواع منّه، يعني كان عندي كذا نوع منّه. بس ده أضعف حاجة، يعني ده لو هتغلّفي بيه حاجة بيبقى حلو وبيدّي شكل حلو وبيلزق كويس. تمام كده خلّصتها، هاجيب بقى كده الضلفة اللي أنا عايزة أنظّمها وأرتّبها وهامسحها كده وأنضّفها كويس. آآ هي ما كانش فيها حاجة أوي يعني، الحاجات البيضا اللي فيها ديّة مكان ما كنت بادهن المطبخ اتلطّش كده منّي، تمام. كان نِفْسي أدهنه من جوّه بس يومها يعني البوية ما كفّتش، فقُلت يالّا مش مشكلة بقى،
المهم بقى عشان خاطر أخلّي شكله حلو كده ونضيف، هاجيب الsticker ده برضه لسه كنت باقول لكم الاستيكرات ديّة عن فوايدها يعني، بس الsticker ده اللي هو ده خامته حلوة أوي، ده جامد ومتين كده وبيلزق كويس، ده اسمه sticker حراري، تمام. هاقص كده حتّة على قد مقاس الضلفة يعني، وهابدأ كده أثبّتها كويس، حاجة جميلة جدًا. الصراحة هو عجبني، أنا أول مرّة أستخدمه، أنا شارياه من زمان وما كنتش لسه استخدمته يعني، فأنا ما كنتش عارفة إن هو حلو كده يعني، الخامة بتاعته جامدة وكويس أوي، حتى لمّا بيلزق وعايزة أشيله تاني باشيله ما بيلزقش في بعضه ولا بيتبهدل ولا كده، لأ بتقدري تفرديه تاني وتحطيه، فما شاء الله يعني نوعية كويسة. هاجيب بقى العتبة اللي أنا عاملاها دي ال عاملاها كده عشان خاطر أحط عليها البرطمانات اللي بتبقى يا ورا، بحيث إن هي ترفعها فلمّا آجي أوصل للحاجة ما أوقّعش بقى الحاجة اللي قدّامها وكده فاهمينّي؟ لإن حاجة مهمة إن أنتِ لمّا أنتِ تيجي ترتّبي بطريقة تساعدِك على سهولة الوصول للحاجة بعد كده، يعني مش أهم حاجة ترتّبي ترُصّي وخلاص، لأ ترُصّي بطريقة تخلّيكِ بعد كده أمّا تعوزي تجيبي الحاجة تجيبيها برضه بسهولة، ما تب ما 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 تكركبيش الدنيا عشان خاطر تطلّعيها، ما تكدّسيش كل حاجة وتزنّقي كل حاجة وتيجي بعد كده تاخدي تطلّعي ما تعرفيش، فهي الطريقة دي حلوة أوي في الترتيب يعني. تاني حاجة بقى هارتّب بيها الضلفة ديّة، كانت عندي كده كرتونة صغيّرة أخدتها وجمّدتها كده ولزقت فيها القطعة دي من تحت عشان خاطر تبقى القاعدة بتاعتها جامدة كده ومتينة وحلوة، هاثبّتها كويس بمسدس الشمع، وهاجيب برضه الsticker اللي لسه قايلة لكم عليه، النهارده بقى الفيديو كلّه استخدمت فيه الsticker بجميع أشكاله. هاغلِّف بقى الكرتونة بالsticker. أنا ليه باعمل الفكرة ديّة، أنا باعملها للي حابب ينفّذ زيّها، اللي مش مثلًا واحدة ممكن تكون مش حابة إن هي تشتري منظمات آآ بفلوس كتير أو كده، العِلَب والحاجات ديّة موجودة كتير وبوفرة، بس دلوقتي في حاجات أهم من الكلام ده فاهمينّي؟ يعني لو عندِك كرتونة وغلّفتها بالمنظر ده كده واستخدمتها في تنظيم مكان عندِك، مش هتكلّفِك حاجة وهي نفس النتيجة، تمام؟ وبالذات إن أنا طالما هتنظّمي مكان مثلًا زي دولاب، زي رُكن معيّن كده، مش مشكلة أمّا تستخدمي كرتونة تغلّفيها وتخلّيها حلوة وتستخدميها. إنّما طبعًا لو أنتِ هتستخدميها لو أنتِ عايزة منظّمات للتلاجة بقى، المنظّمات البلاستيك دي هتستعمليها في التلاجة، لإن طبعًا مش هينفع تحُطّي كرتونة في التلاجة فاهمينّي؟ فدي الفكرة يعني. أنا حبّيت إن الفيديو ده بتاع النهارده ده يكون كل حاجة فيه معمولة بأفكار سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ما حبيتش إن أنا أجيب مثلًا أشتري المنظمات، ما أنا عندي منظمات ممكن أجيبها وأقول لِك نظمت كذا بكذا والطريقة ديّة ومش عارف إيه، بس أنا حبيت إن أنا أعمل حاجات كلّها سهلة وبسيطة ومش مكلفة، لإن طبعًا دلوقتي كل حاجة بقت غالية، وإحنا دلوقتي بنستولى نجيب مثلًا الحاجات الضرورية فاهمينّي؟ والحاجات ديّة يعني أنا الsticker كان عندي موجود يعني تغليف الكرتونة دي ما خدش منّي غير يعني جزء صغير أوي يعني ما يعتبر مثلًا نُص متر كمان من رول الsticker، هو الsticker بيبقى كُلّاته على بعضه 5 متر تمام، تمام كده المنظم بتاعنا بقى جاهز وزيّنته كده بشريط البونبون، آمم ده رخيص برضه، يعني أنا كنت جايبة شوية كده حلوين على بعض مش عارفة كان بكام جنيه، يعني حاجة المتر فيه مش عارفة بجنيه أو ب2 جنيه حاجة عبيطة يعني. آمم رصيت فيه بقى كده الشاي والأزايز اللي عندي والكاكاو والحاجات دي كلّها. وحطيت المنظم بتاعي في الضلفة كده جنب طقم البقوليات اللي أنا عملته، شكلهم حلو جدًا ما أخدوش منّي أي تكلفة خالص. أتمنى يكون عجبكم، لو عجبتكم بقى دوسوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناة واضغطوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ندخل بقى على الفكرة الرابعة بتاعتنا، دي جبت كده ديّة كانت علب لبن عندي، العلب اللي هي الكبيرة الحجم الكبير مش الصغير. أنا عايزة الكبيرة ليه، عشان خاطر هاحط فيها الحاجات اللي هي بتحتاج مساحة أكبر، اللي هي المكرونات، دقيق، الشعرية، كده يعني.
جبت برضه الستيكر هو وقصيت كده منه أجزاء علشان خاطر أغلف العلبة بتاعتنا. العلبة أنا هاغلف نصها بالستيكر ده، وهتشوفوا بقى هاعمل إيه. الستيكر ده عملت بيه حاجات كتير ولسه مكمل معايا وموجود معايا ما شاء الله حلو يعني. غلفت كده نص العلبة من فوق بالستيكر اللي هو المشجر، وهغلف الجزء اللي تحت بالستيكر الاسود. الستيكر ده حلو برضو كده، فيه لمعة حلوة قوي وجامد برضو كويس. ده اغلى شوية من اللي هو المشجر ده اللي هو النوع الرخيص العادي. انما الستيكر الاسود ده اللي هو اللي شبه الرخام. تمام. انا ما حبيتش اغلف العلبة كلها بستيكر لون واحد اللي هو المشجر كله، حبيت ان هو يبقى نص كده ونص اسود بحيث يديله شياكة شوية. ويبقى في نفس الوقت يبقى مبهج كده بدل ما يبقى كلته اسود او كلته مشجر. حبيت ان هو يبقى جزء كده وجزء كده، هتشوفوه في الاخر شكله حلو جدا. هبدأ برضو اغلف كده الغطا بتاعه، برضو هغلفه باللون الاسود بحيث كده يبقى فيه تناسق في الالوان. تقصقصي كده الاطراف بتاعه الستيكر علشان لما تيجي تتني ينتنى معاكي بكل سهولة ويبقى شكله حلو. خلاص كده يبقى العلبة بتاعتنا كده خلصت الشكل النهائي بتاعها اهو. هجيب برضو لزقة صغيرة واكتب عليها برضو كل حاجة المحتوى اللي جوه، لان طبعا هي كمان مش زي الحاجة الازاز تبقى شفافة وباين اللي جواها، لا دي كمان هتبقى مش باين حاجة جواها اصلا. فعشان خاطر اعرف كده من بعض كنت عاملة علبة للسكر وواحدة للدقيق وواحدة للمكرونة. بس رجعت شلت اللي مكتوب عليها سكر وغيرتها عملتها للشعرية، لان برضو قلت السكر في العلبة اللي هي الصفيح ممكن ايه، السكر لما بيتحط في علبة صفيح كده بالذات في الشتاء بيرطب كده وتحس ان هو زي ما يكون مبلول، فاهمني. فقلت لا خليها الحاجات اللي هي ديت احسن، والسكر يبقى في علبة بلاستيك مش بيجراله حاجة يعني. حطيت هنا في واحدة المكرونة، وواحدة حطيت فيها الدقيق، والتانية حطيت فيها شعرية. تمام كده. دي بقى كنت بشيل اللي مكتوب عليها سكر وكتبت عليها شعرية، وعبيتها بقى بالشعرية اللي كانت عندي. العلب الصفيح ديت ميزتها ان هي بتخلي الحاجة ما تسوسش ولا تبوظ ولا يجرالها حاجة يعني. هي احسن من الازاز كمان. تمام. شكلهم حلو جدا، انا يعني مبسوطة بيهم خالص. كمان احجامهم كبيرة، يعني العلبة ديت بتاخد حوالي 2 كيلو ونص، فتاخد كمية كبيرة يعني. جيت بقى الضلفة اللي هي اللي انا هرصهم فيها، غيرت بقى الترتيب، هخلي الجزء ده كله للخزين، واشيل بقى البلاستيكيات ديت والحاجات ديت انظمها في ضلفة تانية. جبت كده الرف اللي هو بتاع الضلفة وغلفته برضو بالستيكر اللي هو الستيكر الحراري ده حلو قوي. والله كنت عايزة ادهن المطبخ من جوه، بس يعني الدهان برضو بيبقى عكة وكده ومش دوشته كتير، انما الستيكر سهل هتلزقيه على طول وكده هتخلصي منه. ده انا بفكر الزق برضو ظهر الضلفة بالستيكر، بس قلت بقى مرة تانية كده هشوف او بفكر كده اعملها ولا لا. خلاص كده حطيت الرف كده بتاع الضلفة، وبدأت كده ارص العلب بتاعتي. العلب حلوة جدا وشكلها حلو وواخدة كتير ما شاء الله. حطيت برضو علبة السكر، علبة كده من البلاستيك حطيتها، وهنا كمان حطيت علبة كده كان فيها ملح اللي هو الخشن اللي بنستخدمه في تخليل الفسيخ والكلام ده. وبكده اكون خلصت فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. حبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.